ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن اللي حصل في الثلاث ماتشات الاهلي والزمالك وريال مدريد. نبدا بماتش الاهلي. لو انت لسه جديد في القناه اعمل لايك، ما اشتركتش في القناه اشترك واعمل لي كومنت لذيذ زيك كده. قول لي رايك في المحتوى اللي بنقدمه او حاجه حاببني اضيفها في المحتوى بتاعي وكده يعني، وشير للفيديو على قد ما تقدر. وبس يلا بينا نبدا الفيديو. نبدأ بماتش الأهلي وحرس الحدود. الأهلي بدأ بداية كويسة، ضاغط عايز يجيب الجون عايز يكسب، وفي انطلاقة حلوة في عرضية مش متذكر مين اللي لعبها الصراحة. جت على راس اسلام شوشة ده ولا مش عارف اسمه ايه، شوشة ده راح مشتتها اسلام ابو سليم قصدي. راح رجعها على الجراديشار، الجراديشار خدها فيرست تاتش عالمي عالمي عالمي. ده ما يقعدش لمحمد شريف مع احترامي بقى خلاص، عشان محمد شريف ده انا جاي له هسلخه يعني. واسفرت عن هدف اول للاهلي، قلت بس الاهلي هيمسك المباراه غسيل ومكوى هاتك يا دعك في في حرس الحدود. لكن لقيت عكس كده تماما. بعدها بما فيش عرضيه من الحناوي، انا مش عارف ازاي لسه بيلعب كوره لحد دلوقتي، يلعب عرضيه لمحمد حمدي زكي اللي يجي يحتفل يعمل لي كده، ولا يعمل الاحتفال الغريب بتاعه ده كده. بيحتفل قدام الاهلي وعامل لي من شويه ان هو ما كانش بيحتفل، على اساس انه ما كانش بيحتفل. لا هو كان بيحتفل، بس هي الكاميرا ما جابتش وهو يحتفل، جابتها وبعديها اللقطة كده بكام دقيقة كده. يعني أنا مش فاهم اللعيبة اللي بتخرج من الأهلي دي بتتألق وبتجيب جون بتحتفل قدام الأهلي. أنت يلا أنت كنت فين الأهلي كان عامل لك إيه في حياتك؟ كان عامل لك خرم؟ إحنا كنا بنطفي السجاير في لا مؤاخذة يعني ولا إيه؟ أنا مش فاهم أنا. ولا كنا بنعاملك أحسن أسوأ معاملة ولا إيه؟ أنا مش فاهم بيحصل لكم ايه لما تخرجوا من الاهلي بجد. الموضوع ده عايز تفسير بامانه، لان الموضوع ده غريب ومسكوت عنه ومهدور حقه كمان. يعني انا نفسي افهم ايه اللي بيحصل لكم لما تطلعوا من الاهلي. وسبحان الله لك ان تتخيل اول ماتش بيلعبوه ضد الاهلي لازم يجيبوا جون واسيست، او يلعبوا ماتش حلو مش لازم يجيبوا جون. يعني فاهم؟ تفهمش بجد، ظاهرة محتاجة تتدرس يعني. محتاج حد يقول لنا ليه بيحصل كده. هما مش موضوعنا يعني. بس وبدأ بقى الأهلي يسير من الهجمات الضائعة. إيه، واحدة لطاهر باكورد حلو، بس كان محتاج ينزل تحت شوية هيبقى جون. إيه في ايه تاني؟ في شوطة من مروان عطية كده حلوة، واحدة تانية منه صدها الحارس، وعرضيات أي كلام بقى. بس يعني تقريبا ده ملخص الشوط الأول. الأهلي ما عملش شوط أحسن حاجة يعني، ضيع بس الكور مش خطيرة ان هي تقول ان هي جون غير بتاعت مروان عطية دي. انا شايف بس غير بتاعت مروان عطية دي هي كانت اخطر واحدة فيهم كلهم. بس لحد ما تيجي الدقيقة مش متذكر حاجة 48 47 في آخر الشوط، ياسين مرعي يلبس الواد بتاع حرس الحدود ضربة جزاء تدرس حرفيا. خد الكرة انطلق بيها لحد آخر منطقة الجزاء، الواد شنكله خد ضربة جزاء لعيب عالمي الصراحة. وجاب لك ضربة جزاء من لا شيء، دخل تريزيجيه كالعادة الحمد لله ويروح يحطها على شمال الحارس. أنا مش قصتي بقى شاطة حلو شاطة وحش، المهم إن هي دخلت الجول. مش قصتي هيجي حد يقول لي شاطة وحشة شاطة بتاع، أنا هقول له خدها في وشك، الكرة دخلت الجول مش بتاعتي أنا بقى. دخل ده حطها وحش حطها حلو مش بتاعتي. المهم ان هي دخل الجون وهو شاطها وجابها. دي اهم حاجه عندي بقى، اي حاجه تانية تعوض. بس يعني وخلص الشوط الاول 2-1 للاهلي. تقييم سريع للعيبه. شوبير حاسس ما جاش عليه حاجه وما اختبرش قوي يعني، بس مش هنقيمه انه ما جاش عليه حاجه تقول واو ان هنا نقيمه يعني، فهيبقى ان ايه. ياسر ابراهيم 7/10. ياسين مرعي 8. هاني هاني عمل شوط سيء 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 سيء، صفر. باك شمال كان مين؟ باك شمال باك شمال كان مين؟ مش متذكر. لما افتكر ابقى اجيله. اه كان العش، سوري. العش 4/10. مروان عطية 7. مين تاني كان معاه؟ مروان عطية، ديانج ديانج 5. طاهر 3. الشحات 0. ما جاش الشوط ده حرفيا خالص. يعني حاجة صعبة، لا شوط أول ولا شوط تاني. أنا هقيمه كده، لا شوط أول ولا شوط تاني. يعني كفاية عليه كده يعني. يروح بقى يفكر في العرض اللي جاله من ليبيا ده بقى، أنا رأيي كده. مين تاني؟ يرد 8. ما عملش كويس شوط أول كويس يعني. بس ده كان تقييم اللعيبة في الشوط الأول. بدأ الشوط التاني
اتلعبت عرضية لتريزيجيه ولا ركنية تقريبا، حطها بس ما حطهاش حلو ومسكها الحارس، وبعد كده بفينتو ثانية أنا كنت حاسس الكورنر ده كان هيجي جون لفريق الحرس الحدود اللي محظوظ جدا بإن هو يسجل فينا من أقل فرصة فينتو ثانية. يعني شوف احنا بنعافر وبنروح وبنيجي وبنعمل مجهود وبنطلع ضربة ركنية وبتاع وبنعرق، هما في كده في فينتو ثانية مفيش بيجيبوا الكورة جوه، ما تفهمش ازاي. راح شوشة ده ولا مش متذكر، اسلام ابو سليمة سوري مش عارف ليه معلقة شوشة معايا. اسلام ابو سليمة ده يروح شايطها جاي في طاهر كالعادة، تروح داخل جون، ده تبقى النتيجة 2-2 وبقى، وقعدنا نجري ورا النتيجة. طب ما ليه يا ابن الحلال، ما انت كنت تنزل الشوط التاني تسجل لك التالت والرابع وتمسك الماتش بقى كأنه حصة تدريبية، تقعد تباصي تنقل بتاع، تعمل تبديلاتك اللي انت بقى محتاج تعملها. ليه الفزلكة؟ انا مش فاهم يعني في انك عايز تحافظ على 2-1، ما تلعب 3 جيب الجون التالت والرابع وبعد كده العب زي ما انت عايز بقى، ضيع بقى ما تضيعش انت كسبان 4 عادي. لكن لكن داخل الشوط التاني 2-1 ومش عايز تجيب جون ولا عايز تهاجم ولا بتاع، ايه ده يعني؟ انا مش فاهم. بس وسيل بقى من الهجمات، شريف نزل ضيع له 3، وبن شرقي ضيع له واحدة يعني، ونزل بقى الشوط التاني تضييعات بقى بالجملة. الشريف ده اللي هيجيله بس شوية كده يعني. وقعدت بقى انت تحاول لحد دقيقة 78 79 لحد ما جات لك كرة من تريزيجيه، شاطها جت في العارضة، راحت راسل ابراهيم جت في جنبه هنا، وتدخل وتصفر عن هدف تالت للأهلي. الاهلي الاهلي ما تحسنش خالص، انا شايف ما تحسنش. شوط تاني عمل شوط تاني سيء، وكان ممكن على فكره الحارس في اي لحظه ممكن يخطف جون. كرة الواد لما ممدوح ده ولا دود ولا مش متذكر اسمه ايه، الواد شاطها جت في شوبير ده موقف، قفل الزاوية عليه صح. دي لو مهاجم تاني خبرة كان ممكن يحطها من فوق، وكان ممكن يعمل أي حاجة تاني، كان ممكن يلبس شوبير ضربة جزاء، كان ممكن يعمل أي حاجة تاني. وعرضية بس مسكها شوبير، بس ده تقريبا كان ابرز الفرص لحرس الحدود. حرس الحدود لو ما كانش دافع كان ممكن يكسب عادي جدا 3-2، كان ممكن يعمل نتيجة يعني علينا عادي جدا. بس لكن القدر الحمد لله سبحان الله، مش عايز الجمهور ده يروح زعلان الكام واحد اللي جم عشان الاهلي يكسب 3-2. نيجي بقى لمحمد شريف. محمد شريف باشا بيه، ايه يا اسطى؟ بأمانة ايه؟ انت محتاج ايه يا اسطى؟ فلوس عندك فلوس، عربيات عندك عربيات، شهرة عندك شهرة، خروجات واحلى خروجات بتخرج، عايز ايه تاني؟ رقم وبتلبس رقم 9 ولا 10، تلبس رقم 10، عايز ايه تاني بقى يا اسطى؟ فولورز وعندك فولورز، عايز ايه تاني بقى؟ انا مش فاهم بأمانة يعني. بتاكل وبتنام وبتشرب احلى شرب وبتاخد احلى اكل وبتنام احلى نوم، عايز ايه تاني بقى عشان تسجل بقى يا جدع؟ ده انت عرفت اللي جابونا يعني، ايه ده؟ بأمانة اللي عملها لك تريزيجيه دي وانت ضيعتها، انا كنت عايز اسحب واحدة من بقي بس مسكت نفسي. دي اي مهاجم مبتدئ، مهاجم مش احسن حاجه هيحطها جون، اي حد هيحطها جون. مش فاهمك، انت ايه؟ انت بعيد ولا انت محتاج ثقه ولا انت ما بتتمرنش ولا انت ايه قصتك يابا؟ ولا انت جاي تسهر وتاخد لك قرشين وتتكل على الله؟ انا مش فاهمك. فيا ريت حد يقول لنا في الكومنتس، يقول لنا رايه في الفرص بتاعت محمد شريف والاداء الخرا اللي هو نزل عمله. معرفش بقى السر اللي اعتمد على شريف ايه. وكرة تانية جاية له متطرفة، راح شايطها في صدر الحارس تقريبا، سهلة جدا برضو ما فيهاش حاجة، راح ضيعها. جات له واحدة تانية راح متزحلق وشاطها في ركبة اللاعب ولا في رجل اللاعب، برضو ضيعها. في ايه يا اسطى؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه يا بابا؟ ده الكرة سهلة، ليه بتعقدها على نفسك؟ مش كده مش كده خالص يعني. ده لو انا بفورمتي دي هحطها عنك، هحط التلاتة دول، هحط منهم اقل حاجة اتنين، مش لازم التلاتة يعني، او هجيب منهم واحد على الاقل، مش التلاتة تضيعهم. ايه يا اسطى؟ ده انت ناسي الكورة يا اسطى حرفيا، مفيش كده يعني، مفيش كده في الدنيا. دي فورمة مروان محسن دي ولا ايه؟ مش فاهمك. انت محتاج تريح بقى حبة، تقعد لك حبة كده على الدكة عشان تعرف نطلعها مع المدرب الجديد. انا واثق ان المدرب الجديد هيجي بالاداء اللي هو شافه في الماتش ده بالذات هيقعدك دكه ومش بعيد ان يثبتك من قائمه المباريات اللي جايه. مش هستغربها ولا هستبعدها والله خالص. بس ونيجي بقى لتقييم اللعيبه. قبل ما نيجي تقييم اللعيبه برضه، لماذا يمارس طاهر محمد طاهر ومحمد هاني كرة القدم ومصطفى ليش؟ حد يقول لي بامانه ليه؟ ليه بأمانة ليه؟ ليه التلاتة دول بيمارسوا كرة القدم؟ ايه الجديد اللي قدموه للنادي الأهلي ان هو يلعبوا أساسي؟ أنا مش فاهم، ويجلطونا احنا. احنا احنا اللي بنعاني معاهم ليه؟ بأمانة ليه اللي بيحصل فينا كده؟ ليه التلاتة دول بيلعبوا كورة بجد؟ أداء مزري وسخ، حاجة يعني صعبة. ليه؟
ليه بتلعبوا كرة القدم؟ انتوا التلاتة ليه؟ ليه بتقرفوا اللي جابونا؟ ما الكورة سهلة وبتتلعب صح وبتتلعب سهلة وبتتلعب حلوة، انك تباصي وتشوت وترجع تدافع في اصل الكورة سهلة جدا، ما فيهاش حاجة صعبة يعني. انتوا اللي بتصعبوها على نفسكم، انا مش فاهمكم بجد ليه؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ احنا عندنا واحدة والله العظيم بسببكم هيبقوا خمسة ولا اتنين ولا تلاتة، مش هينفع كده خالص يعني. ايه بقى؟ ايه بقى؟ محتاجين تريحوا يا تفوقوا شوية بأمان، عشان واحد جاب اخره والواحد جاب هنا بجد يعني. نيجي بقى لتقييم اللعيبة. تقييم اللعيبة، مصطفى شوبير 10 التاني 6، ياسر ابراهيم 10، مرعي 9.5، محمد هاني صفر توتال بقى معلش. مين كمان باك يمين؟ العش صفر معلش. ايه تاني يا ربي؟ قولوا معايا قولوا معايا قولوا معايا. ديانج 1/10، 1 ليه 0. مروان عطية 10/10. جسويتا لاميزون مدرس الفرنساوي 0 بيك 0. انت سالب انفينيتي 50 يا اسطى انت مش زيرو دي خالص بجد يعني. انت خساره فيك الواحد يقيمك، بس انا هقيمك برضه. حسين الشحات انفينيتي معاه، انت سالب 2000 ولا سالب مليون انت انفينيتي، انت مفيش في الحياه، انت مفيش في الدنيا، انت ليه؟ انت ايه يلا انت مين اللي مسلطك علينا بجد يعني. جريدي شار 8.5. نزل الشوط التاني بن شرقي 7/10. نزل ثانية واحدة بس قبل ما نكمل تقييم اللعيبة، في تبديلة أنا عايز حد يفهمها لي بأمانة. هي تبديلة جريدي شارب بعمر كمال دي أنا ما فهمتهاش بأمانة. إيه؟ لو هي إصابة فعلا زي ما كانوا بيقولوا لما كان ألف المؤتمر، أنا مش عارف، في حد قال إن هي إصابة. لو إصابة ماشي، لكن لو غير إصابة دي تبديلة كارثة. ليه عملها؟ نفسي حد يوصل له انك مدير فني الاهلي وفي حاجات كده ما ينفعش تتعمل. جراديشار احسن واحد في الماتش، لو ما كانتش اصابه ليه طلعته؟ عايز حد يجاوبني في الكومنتس ليه بامانه، عشان التبديله دي انا ما فهمتهاش، ما دخلتش عقلي. دخلت هنا طلعت استغربت والله، انا بقيت قاعد كده مبلم في الشاشه. بس نيجي لتقييم اللعيبه. احنا قلنا اشرف بن شرقي يعني دي 7، مش وحش. عمر كمال 0، بنت الجيران شغالة على عينيا مين تاني نزل؟ عبد القادر 7.5، عمل ماتش كويس، نزل حرك الدنيا كويس. نزل شريف باشا شريف انت التحية خسارة فيك. سالب مليون معلش بقى التقييم ده محدش شافه في الدنيا على على مدار تاريخ اليوتيوب. انا اول واحد اقيمه، بس هو سالب مليون فعلا نيجاتيف انت هتاخد بالنيجاتيف بعد كده لو فضلت بالاداء ده والله العظيم. نزل مين تاني؟ افتكروا معايا. قلنا بن شرقي وعبد القادر وعمر كمال. عمر كمال واحمد رضا. نزل احمد رضا. احمد رضا عمل شوط كويس 8/10. شوطين كده حلوين. شوطه جت في اسمه ايه ده، واحده حطها جنب القايم وواحده حطها فوق شويه بس كانت حلوه، اللي هي ضيعها فيها شريف في الاول دي. حد تقريبا في حد تاني نزل. احنا قلنا بن شرقي وعمر كمال واحمد رضا واحمد رضا وعبد القادر. مش متذكر الخامس مين بقى، وبن شرقي. تقريبا هما دول التبديلات بس. خلص المباراة بفوز الأهلي 3-2. أهم حاجة الفوز، بس الأداء أنا مش راضي، وربنا يستر من ماتش الزمالك بأمانة، عشان الواحد جاب آخره الصراحة. الأداء المغزي ده كابتن عماد النحاس ده بعد ماتش الزمالك يغور بقى، يروح يشوف له أي حاجة تانية يدربها، يروح يرجع أسوان، يرجع المقاولين يروح يضرب البنك الأهلي، أي حاجة تانية غير الأهلي. هو تيشيرت الأهلي ومدير الفني للأهلي كبير عليه أوي الصراحة. بس يعني أنا كنت شايف إن هي كانت ماشية معاه بالحظ، واللعيبة كانت مساعداه كمان. بس ده وجهة نظري في عماد النحاس. عماد النحاس نقيمه، انا في فقرة كده هنقعد نقيم فيها المدربين 0/10. يعني ده ماتش معلش، انت ماتش كان هيهرب منك. انت لو في حاجات كده هي اللي ساعدتك ان احنا نكسب، حاجات فردية كده. وفي لقطة انا عايز حد يفهمها لي، هل فعلا ياسر، انا شفت اللقطة تقريبا ياسر ابراهيم بيكلم البتاع اللجنة المنظمة على اختيار نجم المباراة. انتوا رأيكم ايه في اللقطة دي؟ انا شايف ان هو ما كانش ينفع، هما الاتنين زمايل واخوات وحبايب، ما كانش ينفع تطلع منه بالشكل ده. وهو ككابتن الاهلي وكان لاعب تاريخي للاهلي، يعني مش تاريخي قوي يعني، بس هو كان لاعب مهم في الاهلي يعني. حرام حاجه او عيب عليه حاجه تطلع زي دي كده في العلن كمان.
بس ده كان عليك على اللقطة دي. حد يقول لي في الكومنتس تعليقه ايه على اللقطة دي، شايف ان هي صح ولا غلط؟ نخش بقى لتاني مباراة. آم، مباراة الزمالك والجونة والتعادل التاريخي لعمي واسطورتي نجيب ساويرس ولا مش فاكر كان اسمه ايه، حاجة ساويرس. المهم تعادل تاريخي. بدأت المباراة بشوطة من محمد اسماعيل، شوطة حلوة بس عدت من جنب القايم. بعدها شوطة لحسام عبد المجيد في السماء. بعد كده عبد الله السعيد يشوط كرة تطلع محمد علاء يتصدى ليها. بعد كده كرة لعبد الحميد معالي يتصدى ليها الحارس. كان الزمالك أخطر في الشوط ده، واستغل الخطورة دي بعرضية رائعة من ناصر ماهر لعدي الدباغ. حطها جاب برجله حاجة تحفة، ولا في فخدته. جون حلو الصراحة. وأخطر وأبرز الهجمات للجون كانت الشوطة في العارضة. وكان في واحدة لآدم كانت، كان المدافع الجون هيحطها في نفسه، بس هي كانت طلعت اوت. بس دي كانت تقريبا أبرز الخطورة وأبرز الفرص في الشوط الأول. وخلص الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0. بدأ الشوط التاني نقيم اللعيبة صحيح، سوري معلش نسيت خالص. صبحي هنديه صفر، معلش يا صبحي. إيه، محمد إسماعيل 7. حسام عبد المجيد 3. بس ما عملش ماتش كويس يعني للدرجة. مصدق مصدق 7. فتوح هنديه 6. ده وسط ملعب دونجا هنديه 5. ما عجبنيش، مش أحسن حاجة. عبد الله السعيد 7. ادم كايد 4/10. عبد الحميد معالي 6. عدي الدباغ 8. ناصر ماهر 6. او كان في شوط على ناصر ماهر الحارس تصدى ليه في النص. بس ده كان تقريبا ابرز تقييم لعيبه الزمالك في الشوط الاول. بدأ الشوط التاني بكوره فاول اللاعب اسمه حاجه خالد ده، حطها في العارضه تدرس. انا عايز لعيبه من النوع ده تيجي في الاهلي. شوط فاول كده بالمسطره، يا لهوي حلوة قوي. الزمالك كان محظوظ ان هو طلع 2 في العارضه، كان ممكن يخسر الماتش ده عادي جدا، مش يتعادل بس. وبس. والزمالك بقى سيل من الهجمات. واحده لشيكو بنزا حطها في صدر الحارس صدها بايده كده ولا في صدره. وواحده لادم كايد تصدى ليها الحارس براعة محمد علاء. حطها له في الضيق، ممكن يحطها في الشمال. حطها في الزاوية البعيدة، كانت ممكن تدخل جون عادي جدا. بس تقريبا انا حاسس ان دي كانت ابرز الخطورة. كان في فرص تانية بس ما كانتش بالخطورة دي. كان في شوطة لعبد الله السعيد كان تصدى ليها، بس كانت سهلة يعني في المتناول. بس تقريبا دي كانت ابرز الخطورة من وجهة نظري يعني، اللي شايفها للفرقتين. و... ونشوف التبديلات كده اللي نزلت. نزل ايشو، مش هقيمه صفر. نزل شيكو بنزا، عمل ماتش كويس 6/10. نزل عمر جابر، ما اختبرش وما شفتوش، فمش هقيمه. محسيتوش اللي هو يعني. نزل احمد حمدي، ما حسيتوش برضو. نزل عمرو ناصر برضو، ما جاش عليه خطوره وبتاع وكده. هو نزل في الاواخر يعني، المدرب ظلمه يعني، نزله في توقيت رخم. بس. وفي الدقيقة 86 محمود عماد الشهير بلعم زمورة يسجل هدف التعادل للجونة. تاريخي تاريخي محمد عماد بشوطة صاروخية على طريقة محمد صلاح. دي الشوط دي ما بنلاقيهاش كتير في الدوري المصري بتاعنا يعني. شوطة حلوة قوي، فوق طلعت فوق فوق فوق. أو طبعا صعب عليه، قصدي صبحي صعب عليه جدا، ما يقدرش يعمل لها حاجة. نيجي لتقييم اللعيبة في الشوط التاني. صبحي نفس التقييم. صلاح مصدق ومحمد اسماعيل نفس التقييم. آم، وحسام عبد الجيد نفس التقييم. فتوح نفس التقييم. عبد الله سعيد ممكن ازوده درجة ادي 8. دونجا ممكن ازوده ادي 6، لان مفيش غير 6 في الزمالك. متعرفش فعلا اللي هو عمل لجمهور الزمالك ولا ايه في في المركز ده. ناصر ماهر نفس التقييم، بس ممكن ازوده ندي 6. دي 7. عبد الحميد معالي ممكن نزود درجة يبقى 7. ادم كاد ممكن نزوده يبقى 7 او 6. 7. الدباغ زي ما هو. بس ده كان تقريبا كل اللي حصل في ماتش الزمالك. والزمالك يتعادل، وصل للنقطة ال17، وتوقف رصيده وتجمد رصيده عند النقطة ال17 في انتظار مباراة القمة وما سوف يحدث فيها. أنا مش عارف أطلع أحسن كتير النهاردة كده. نخش بقى على آخر مباراة، على عمي وأبويا والمستر والبروفيسير
المستر تشابي الونسو. اتكلم بقى على التشكيل. بدأ في حراسة المرمى تيبو كورتوا، دين هاوسن و اسينسيو. على الشمال الفارو كاسيريس، على اليمين جارسيا. في النص لعب بداني سيبايوس وفالفيردي. قدامهم جولر وفينيسيوس جونيور. وتحت مهاجم وحيد امبابي. تقريبا هي دي التشكيلة صح على ما أتذكر. بدأ الشوط بهجمة خطيرة جدا لليفانتي، شوطة، لكن الحمد لله عدت بجنب القايم. بعد كده جت لهم رأسية برضو، بس الحمد لله ضاعت جنب القايم برضو. كان في واحدة مستنتونو حطها حلو الصراحة، ضاعت. وبدأ بقى الريال يمسك كورة ويحاول. واحدة تاني لفيني بس صدها الحارس. وواحدة تانية طلعت جنب القايم بحاجات بسيطة. واحدة بتاعت العارضة، وواحدة بتاعت فالفيردي اللي الحارس صدها. وإلى أن تأتي اللقطة المضيئة للفيني سينيور جونيور، حبيبي وعم عيالي، ده اللاعب التاريخي العالمي اللي ابتدى يساعد مستواه شوية، حط جون عالمي. ويتقدم الريال 1-0 في الشوط الأول. بعد كده حبيبي وعمي برضو الفرانكو ماستانتونو اسمه غريب شوية معلش عشان كده نطقته مرتين. بيحط كرة تانية حلوة تسفر عن تقدم الريال بهدفين مقابل لا شيء. وينتهي الشوط الأول 2-0. تلاقي تغيير اللعيبة على السريع كده. كورتوا صفر، ما جاش عليه حاجة. هاوسن واسينسيو الاتنين 7/10. كاسيرس 8. جارسيا هنديه 7. مش ما كانتش واو، ما كانتش أحسن حاجة بس كان شغال يعني. في نص الملعب سيبايوس أنا شايفه خلاص كده كفاية عليه 0. ممكن بقى يمشي بقى نجيب حد مكانه، والله اعلم. دي حاجات بقى في علم الغيب وحاجات عن عند اللي جاوبنا عليها المستر تشابي الونسو وفلورنتينو بيريز القرش الحوت. وجنبيه فالفيردي 7، ما عملش كويس وجهة نظر انا يعني. مش افضل حاجه بس هو شغال يعني. بقاله فتره مستواه متراجع مترنح، حاجه صعبه يعني. مش فاهم هو ماله الموسم ده. اقول لك من ان اسمه ده ممكن انشيلوتي كان بيعتمد عليه اعتماد كلي، كان خليه لاعب جوكر. ولما جيت شابي بقى يعتمد على المجموعة، ممكن ده قلل شوية أو طريقة اللعب اختلفت، خليته متحجم كده شوية. مش عارف، ده وجهة نظري في موضوع فالفيردي وتراجع مستواه. جولر هديه 5. مين تاني؟ فينيسيوس 8. ماستانتونتونو 7. والكيليان امبابي في الشوط الأول 0. بدأ الشوط التاني بكورة أنا مش فاهم يعني لحد دلوقتي هي ايه بقى. ايه يا عم هاوسن انت وكورتوا؟ اما هتخيل 1% ان هي ممكن متطلعش ليه؟ ليه كورتوا ما كانش ليها اي لازمه ودخلتهم في الماتش وكان ممكن يرجعوا عادي جدا. كوره مش متذكر مين اللاعب تخبط في رجل هاوسن وتروح داخله جول. فخطأ وتقدير من كورتوا غريب وعجيب الصراحه. بس الحمد لله بعدها قدرنا نجيب ضربة جزاء. انا قلت لكيليان باصي يا ابني باصي وشتمته لكن ابن الذين راوغني وراوغ الكل وراح واخدها، واخد ضربة جزاء بذكائه بمعلمة لعيب كبير. راح حاططها له بانينكا. الاحتفال الشهير بتاعه في برشلونة اللي ما بحبوش ولا بطيء وبكرهه. بس هو جاب عامل بانينكا حلوه قوي الصراحه. يا برودك يا برود اعصابك يا جدع. انا لو منك مش هعمل كده اصلا، اشوط اي حاجه واجيبها جون، مش لازم بانينكا. بس هو حطها حلو الصراحه. وبعدها بكام دقيقه برضو تيجي له كوره تقريبا، مش متذكر مين العالمي اللي لعبها له، جولر ولا فينيسيوس، ما علينا. هبقى اشوف كده وابقى اقول لكم في الكومنتس تحت على الفيديو. راح راوغ الحارس كده وحاططها في المرمى الفارغ وتنتهي. ويسجل الرابع. بعد كده بقى ابتدينا نمسك كورة. فيني ضيع له واحدة راح مضيع، او مبابي راح مضيع له واحدة. نزل بلينجهام راح مضيع له واحدة. نزل رودريجو راح مضيع له واحدة. كله بقى بيضيع بس كان شوط تاني. بدايته كانت صعبة شوية للريال، بس تمكن ان هو من تسجيل هدفين ويخلص المباراة ويبقى كأنه في حصة تدريبية ويكسب المباراة 4-1 ويفضل في الصدارة على طريق الصدارة الحمد لله. ونشوف كده التبديلات مين نزل. بلينجهام هديه 7. رودريجو ما حسيتهوش 0 بلا تقييم او بلا تقييم عشان ما جاش ليه حاجات كتير يعني غير الشوطة اللي شاطها دي. و مين تاني؟ ألابا 0، ما جالوش حاجة يعني برضو. كامافينجا، كامافو،
برضه بلا تقييم، لسه راجع من اصابة، حاسس ان صعب ان احنا نقيمه. بس تقريبا دي كانت ابرز التبديلات. كان بيلينجهام ورودريجو وألابا. كان بيلينجهام ورودريجو وألابا وكامافينجا. كان في حد تاني بس مش متذكر تقريبا، بس تقريبا ما علينا. وخلص المباراة بفوز الريال 4-1 في مباراة مش ما كانش سهل عليها وصعبة على نفسه، بس الحمد لله قدرنا إن احنا هنكسب وناخد 3 نقط ونستمر على سباق الصدارة. تقييم اللعيبة في الشوط التاني: كورتوا برضه نفس التقييم، هاوسن وميليتاو قصدي هاوسن واسينسيو نفس التقييم، كاسيراس وجارسيا نفس التقييم، سيبايوس وفالفيردي نفس التقييم، فيني وجولر نفس التقييم، ومبابي هنديه في الشوط ده 8 ولا أقولك 10/10 يا عم، ولا تزعل نفسك. بس ده كان فيديو النهاردة، فيديو خفيف كده، لذيذ كده. قلنا نقيم في الماتشات ونتكلم معاكم كده كام كلمتين. قبل ما نختم كنت عايز اتكلم في موضوع الكرة الذهبية وعمي الجليادور كريستيانو رونالدو. قبل ما اختم الفيديو، معلش لو الفيديو سريع، قصدي لو الفيديو هيبقى طويل شوية حقك عليا. بحاول اجمع لكم كده الحاجات اللي حصلت والاحداث. الكرة الذهبية بدري، انا مش عارف هو ازاي ال11 كان عامل موسم تاريخي واداء عالمي، وكان عامل سيزون حلو يعني. مش فاهم ازاي ال11 هو ده كان يبقى السادس او الرابع على الاقل. 11 دي غريبة قوي الصراحة، ما فهمتهاش برضه. حق جمهور برشلونة يعترض. واسمه ايه ده يا رب، ايه تاني؟ رافينيا الخامس دي انا ما فهمتهاش الصراحة. انا بصيت كده اتصدمت حرفيا اتصدمت قلت ايه ده؟ ازاي ده عامل موسم حلو برضه بتاع، ولاعب حاسم وجايب اهداف وجايب اسيستات، لعيب عظيم يعني. استرجع مستواه بطريقة فظيعة، مش اي حد يعرف يعمل كده. وفليك عمي فليك هو اللي رجعه. ونيجي بقى للقطة الختام في الكرة الذهبية: يامال و على عثمان ديمبلي قدم بوز. الواد الصراحة صعب عليا اتحط عليه كمية ضغط وهو لسه 18 سنة. ها مين اللي هيفوز، هو ولا ديمبلي؟ الواد صعب عليا الصراحة. كان نفسي ياخدها لما اتحط التاني، والله كان نفسي، مع اني ما بطقوش خالص يعني بره الملعب، وعلى التصرفات الغريبة اللي بيعملها. بس انا اتمنى ان هو يفضل كده وينسى الكورة عامة يعني، كمدريدي يعني. كان البرشلوني طبعا ما يتمناش حاجة زي دي، بس هو لو استمر في الطريق ده اخرته وحشة يعني. بس اللي اتحط ليه ضغط وبريشر كبير، انا مش عارف هو اتحمل ازاي حاجة صعبة يعني. تقريبا هو او رافينيا حد فيهم عيط، وهو يفوز بيها ديمبلي مستحق، انا شايفها مستحقة الصراحة، ويستاهلها. عمل موسم حلو وموسم تاريخي ليه، واستعد مستواه من تاني يعني. وكل الفضل لانريكي طبعا اللي خد افضل مدرب يستحقها. صلاح الرابع دي تبقى معقولة شوية، بس أنا مش راضي برضو. كان نفسي والله هو كمان ياخدها عادي جدا يعني. يعني لو يامال ما كانش التاني وهو كان التاني، كان نفسي ياخدها الصراحة. أنا عمل موسم حلو، كان ينقذه دوري الأبطال فعلا. لو ما كانش طلع من دور ال16 كان ممكن ياخدها. وإن شاء الله الموسم ده ياخدها مثلا ولا حاجة. لو ما خدهاش ياخدها كيليان، لو كيليان فضل بالفورمة الجبارة دي. بس ده كان تعليق على الكرة الذهبية كمان. آخر حاجة هختم بيها: عم الجليادور كريستيانو رونالدو في سن 39 عام في مباراة الرياض بيسجل هدفين وابتسامة وحاجة رهيبة، وبيجيب أجوان وبيرجع وبيحاول وبيروح. لا لعيب فظيع. الدون حبيب قلب الدون ده، والله العظيم بعشقه، بعشق ضحكته. يا أخي لما بشوفه فرحان كده بحس إن أنا كمان فرحان، والله العظيم فرحان له. ومش عارف والله يوم اعتزاله الواحد هيعمل ايه. هيبقى هيبقى ايه رد فعله هو وميسي؟ يعني حاجة علامة الدون في السن ده، وبيبدع وبيجيب جون. في ناس في السن ده بتبقى قاعدة في البيت متعملش أي حاجة يعني. فتحية لكريستيانو رونالدو عمي على الأداء اللي قدمه قدام الرياض. وفي انتظار كل جديد ليه وكل تألق وكل بداية مشرقة وكل ابتسامة وضحكة يعني عليه. ويجعل أيام كلها سعيدة، وإن شاء الله إن شاء الله يهدي قلبه للإسلام يا رب. أنا حاسسها جاية قريبة. بس ده كان فيديو النهاردة. أتمنى ما كنتش تقلت عليكم، كنا اتكلمنا في كل المواضيع كده. لو ما لسه ما عملتش لايك اعمل لايك واخبط اللايك حالا بلا فعلا، واعمل الكومنت قول لي رأيك في المحتوى، اكمل ولا ما استمرش ولا كده. وشير للفيديو على قد ما تقدر، وتقول لي رأيك في الصورة المصغرة والغلاف. بس كان معاكم عمر من قناة الكورة للجماهير وعموري على التيك توك. اشوفكم بخير، سلام.